بقالي فترة بشوف تفسير القرآن، وبعدين اكتشفت ان ذاكرتي سمكية وبنسى، فقررت اسجلهم لي في فويسات اجمع فيها اراء المفسرين باختصار. بس قلت طب ليه يا بنتي يا لولو ما تعملهمش في فيديوهات وتستفادوا معايا؟ وعلشان خلقي ضيق ومش عايزة اسمع جملة جايبة المعلومات دي منين، فهحط لكم المصادر في كومنت، وطبعا اولهم الشيخ متولي الشعراوي. انا هبدأ بجزء عامة سورة النبأ، عشان دي الصورة يعني اللي معظمنا حافظها وبنقراها دايما في الصلاه. احنا عارفين طبعا سيدنا محمد في بدايه البعثه كان في مكه، نزل عليه ايات قرانيه، وبعد كده هاجر المدينه نزل عليه بقيه القران. تمام. ففي البدايه في بدايه وهو في مكه فلسه بدايه الدين، فهتلاقي معظم الصور المكيه بتتكلم دايما عن ايه؟ ان ربنا واحد احد، ان الجنه والنار، الثواب والعقاب، يوم القيامه، انك تتدبر في الكون. يعني دايما في اديان تانية يقول لك ما تسالش وما تفكرش، هو كده. لكن ربنا في القران يقول لك دايما ايه؟ افلا يعقلون، افلا يتدبرون، افلا يتذكرون. لان انت فكر، وبعقلك اللي ربنا خلقه لك هتوصل للدين ده. فمش هو الدين ده تاخده وانت ساكت، لا، تفكر هتوصل ليه بعقلك اللي ربنا خلقه لك. فجزء عام كله صور مكيه في بدايه البعثه، ما عدا 3 صور صغيرين. فالمهم لما في البدايه بقى، اول ما سيدنا محمد بدا يقول بقى ان في ربنا وانا رسول وفي قران وكده، فطبعا مش كل اهل قريش صدقوه، فربنا نزل ايه؟ السوره دي عما يتساءلون. ربنا بيسال بسم الله الرحمن الرحيم عما يعني ايه؟ عن ما يتساءلون، يعني بيسالوا عن ايه؟ وربنا طبعا لما بيسال مش عشان هو مش عارف الاجابه يعني، لا، ربنا عالم بكل شيء. هو ربنا ده بيسال سؤال استنكاري، اللي هو ايه؟ هم بيسألوا عن ايه؟ السؤال يعني الإجابة واضحة لدرجة ان هو اصلا ما يستدعيش لسؤال. بيسألوا عن ايه؟ عن النبأ العظيم. النبأ يعني الخبر العظيم، اللي هو ايه؟ في تفسيرين للموضوع ده برضه، عشان ابقى قايله لكم كل حاجة يعني. معظم اللي هم مفسرين قالوا ان هو النبأ العظيم اللي هو القرآن، وناس قالوا ان هو النبأ العظيم اللي هو يوم القيامة. يعني بيسألوا عن يوم القيامة ده فعلا موجود، وهيبقى فيه فعلا حساب ونار وجنة وكده. وبيسألوا على القرآن ده فعلا نازل من عند ربنا، ولا ده شاعر، ولا ده سحر، ولا الحاجات اللي كانوا بيقولوها. فعموما النبأ العظيم هو الإسلام يعني، لأن يوم القيامة مذكور في القرآن، فهي حاجة واحدة. الذي هم فيه مختلفون. ناس تقول لك ايه؟ فعلا لا، الأديان السماوية السابقة قالت ان بشروا بنبي آخر الزمان، ودي مواصفاته، ده يبقى فعلا ده رسول الله، والقرآن ده من عند ربنا. وناس تانية تقول لك ايه؟ لا، ده سحر، ده القرآن ده شاعر. فبيختلفوا فيه، الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ليه اتعادت مرتين؟ في حاجة اسمها علم يقين، وعين يقين، وحق يقين. باختصار كده الشعراوي كان حكى يعني مثال عشان يفهم الموضوع ده. لما مثلا واحد جاي من امريكا فيقول لك بص انا في امريكا شفت كذا وكذا وكذا، فانت متاكد ان الراجل ده كان فعلا في امريكا، فيبقى انت كده علمت علم يقين. لكن لو ركبت طياره مثلا وعديت على امريكا كده وشفتها من فوق كده، يبقى انت شفت بعينيك امريكا، يبقى كده اسمها عين يقين. لما تخش بقى تقرر ان انت تعيش في امريكا، وتعيش في اللي هو حكاهولك ده وتشوفه بعينيك وتعيش فيه، ده اسمه حق يقين، ده اقصى واعلى مراحل اليقين. فكلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون في الدنيا لما الفتوحات والغزوات والإسلام ينتشر، ويعرفوا ان الإسلام ده فعلا حق، وان فعلا في يوم قيامة، وفعلا في ثواب وعقاب. ثم كلا سيعلمون في الآخرة لما بقى يشوفوا بعينيهم ويخشوا الجنة أو النار، ويقفوا في يوم القيامة، فهيبقى كده هم في حق اليقين، هم شايفين بعينهم. فكلا سيعلمون في الدنيا ثم كلا سيعلمون في الآخرة لما يشوفوا بعينيهم. وبعدين بقى ربنا هيبدأ بقى هنا ينتقل إلى إن هو بيوريك آياته في الكون عشان تفكر وتتدبر. فربنا بيقول إيه؟ ألم نجعل الأرض مهادا. طب ليه ربنا ما قالش وجعلنا الأرض مهادا؟ ليه ألم نجعل؟ عارف أنت مثلا، وطبعا يعني ما فيش وجه تشابه يعني، بس هو مجرد مثال يعني. لما عيل صغير مثلا ما يبقاش عايز يعمل الواجب، فيجي بابا يقول له ايه؟ مش انا جبت لك حاجه حلوه امبارح؟ مش انا فسحتك امبارح؟ فالواد الصغير يبدا يفكر، وهو اللي يرد يقول فعلا عملت لي كده، ويبدا يتكسف على دمه. غير لما الاب يروح يقول لابنه ايه؟ ما انا جايب لك حاجه حلوه امبارح.
ما انا مفسحك موديك مش عارفه فين. لكن لما بيقولها له بصيغه سؤال عشان هو اللي يرد عليه ويقول له ايوه فعلا. فربنا هنا بيقول ايه؟ الم نجعل الارض مهادا، عشان الكفار بتوع قريش ساعتها يعني هم اللي يفكروا يقولوا فعلا ده ايه حقيقي. وفي كمان حاجه مهمه قوي هنا، ان دايما انا صادق طالما ما حدش كدبني بدليل. بمعنى انا مثلا طلعت قلت ايه؟ الموبايل ده بتاعي، لو ما حدش غيري طلع قال لا الموبايل ده بتاعنا وهو الضمان بتاعه اهو والاثباتات ان الموبايل ده بتاعي، يبقى ده فعلا الموبايل ده بتاعي، لان ما حدش تاني قال ان هو بتاعه. فمعنى ان ربنا طلع قال انا اللي خلقت الكون والسماء والارض والجبال والشمس والانهار وما حدش طلع كذبه وما حدش طلع ادعى ان هو اللي خلق الحاجات دي، يبقى الحاجات دي فعلا ربنا اللي خلقها. ولو مثلا كان في اله تاني هو اللي خلق الحاجات دي، هيسكت ان يطلع حد يقول انا اللي خلقت الكلام ده؟ اكيد مش هيسكت. فمعنى ان من بدايه الخليقه لحد دلوقتي ربنا بس هو اللي بيقول انا اللي خلقت الحاجات دي، يبقى ربنا فعلا هو اللي خلق الحاجات دي. فاهمين قصدي ايه؟ يبقى الم نجعل الارض مهادا. مهادا يعني ممهده ان احنا نعيش فيها. زي برضو يقول لك ايه؟ ده طفل في المهد. يعني ايه المهد؟ اللي هو الفراش بتاعه، المكان اللي الطفل بيتحط عليه بيمهد كده وبيتظبط عشان ايه؟ الطفل ينام مستريح ومستقنيص كده. فربنا مهد لنا الارض ان احنا نعيش عليها. ازاي بقى؟ الايه اللي بعدها والجبال اوتادا. الموضوع ده بقى فيه قصه. زمان ربنا اول ما خلق الارض كانت بتموج، يعني عامله زي الموجه كده مش ثابته. فربنا خلق الجبال عشان تثبت الارض. ولما هتيجي يوم القيامه، اهوال يوم القيامه، الجبال دي هتنسف. وسيرت الجبال فكانت سرابا وكانت كالعهن المنفوش، زي الصوف ملوش وزن يعني. فهترجع تاني الارض ايه؟ تموج تاني وتعمل زي الموجه تاني، ويحصل زلزال بقى عظيم جدا اللي هي سوره الزلزله، اذا زلزلت الارض زلزالها. ده الزلزال العظيم بتاع يوم القيامه. ليه؟ لان الجبال هتتشال. طب ليه ربنا قال الجبال اوتادا؟ الوتد ده اللي هو ايه؟ بتبقى عصيان كده بيغرزوها في الارض جامد عشان يثبتوا بيها الخيمه. طبعا ما ينفعش العصايه او الوتد ده انه يبقى مغروز حته صغيره، هيجي قوي هوا كده يخليه ايه؟ يتلخلخ ويقع. فلازم الوتد ده عشان يبقى وتد يبقى ايه؟ يبقى مغروز يعني جزء كبير منه قوي تحت الارض وحته صغيره اللي باينه عشان يبقى ممسوك حلو. فلما جم بقى علماء الجيولوجيا يدرسوا بقى الجبال والحاجات دي، اكتشفوا ان الجبل اللي باين فوق الارض ده فيه ضعفه او اضعافه تحت الارض. فده يدل على معجزه ربنا في القران، ان ربنا شبه الجبال بالاوتاد فعلا. ولما علماء الجيولوجيا اكتشفوا ده رجعوا للايه دي وقالوا ان فعلا ايه؟ ان الجبل عامل فعلا زي الوتد، ان هو متثبت كويس قوي من تحت الارض. الشعراوي برضو قال حته حلوه في موضوع الوتد ده. قال لك ان الوتد معمول عشان يعني هو متثبت في الارض علشان يتثبت عليه الخيمه. فهو الجبال متثبته في الارض علشان تساعد بالجاذبيه انها تخلي الغلاف الجوي حوالين الارض ما يسرحش ويطير. فاهمين؟ وخلقناكم ازواجا. لو احنا البني ادمين ربنا خلقنا ايه؟ ذكر وانثى. وخلقناكم ازواجا برضو لكل حاجه في الوجود، مش الذكر والانثى بس، يعني الموجب والسالب، الليل والنهار. فالازواج عشان يكملوا بعض. وجعلنا نومكم سباتا. ده امتع حاجه في الحياه. طب يعني ايه سباتا؟ وجعلنا نومكم سباتا. سبت يعني قطع، يعني بينقطع عن ايه؟ عن الشغل والعمل، ولو نام هينقطع عن الواقع. بيقول لك زمان كان اليوم الاجازه هو يوم السبت مش الجمعه زي دلوقتي. ولو تفتكروا قصه اصحاب السبت، ان ربنا قال لهم يوم السبت ده ترتاحوا فيه ومحدش يشتغل خالص، وهم عصوا امر ربنا فربنا سخطهم قرود. وجعلنا الليل لباسا. اللباس ده اللي هو جايه من اللبس، واللبس ده بيداري الجسم، بيداري الكرش، بيداري حاجات كتير قوي. فالليل عامل زي اللبس يعني ضلمه فبيداري عشان تنام براحتك ومحدش يشوفك. وجعلنا النهار معاشا. النهار ربنا جعله معاشا يعني انت بتعيش فيه وتسعى لكسب العيش والرزق، تشتغل يعني فيه. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. السبعا شدادا دول اللي هم ايه؟ السماوات السبع. دي برضو فيها تفسيرين. في ناس قالوا ان دي السماوات السبعه اللي هي اللي هو في السماء السبع بقى اللي فوقها العرش بتاع ربنا. لكن بعد برضو العلم اكتشفوا ان الغلاف الجوي فيه طبقات سبعه. ده بقى الاعجاز بتاع القران، ان انت طول ما انت عايش وطول ما الاختراعات شغاله هتكتشف ان الاختراعات دي موجوده في القران بس انت ما كنتش فاهمها. فقال لك لا، ربنا يقصد فوقكم سبعا شدادا اللي هم السبع طبقات بتوع الغلاف الجوي. وشداده يعني قويين شداد علشان يحمونا احنا الكائنات اللي عايشه على الارض من اشعه الشمس
الشمس الضاره، ومن طبعا اللي درسوا الحاجات دي اكيد فاهمين. يا دوبك بس ايه يدخل لنا الضوء بتاع الشمس والحراره اللي تخلينا نقدر عايشين وتمنعنا من ايه الحاجات الضاره. عشان كده كان خطر موضوع ان ثقب الاوزون وان بدا يدخل اشعه ضاره ومش عارف ايه وكلام من ده. واستدلوا ان ربنا يقصد فوقكم سبعا شدادا انه يقصد الغلاف الجوي. ليه؟ لان الايه اللي بعدها وجعلنا سراجا وهاجا. سراجا اللي هي الشمس، وهاجا اللي هو الوهج اللي هي الوهج اللي بيطلع من الشمس، النور والحراره. وجعلنا سراجا وهاجا اللي هي الشمس. يبقى قبلها وبنينا فوقكم سبعا شدادا تحميكم من السراج الوهاج. هم استدلوا بكده يعني. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات اللي هي السحاب اللي فيها مطر. ربنا سماها المعصرات لانها ايه زي انها كانها بتتعصر فبتنزل علينا المطر. وانزلنا من المعصرات اللي هي السحاب المحمل بقطرات المطر فيتعصر فينزل علينا المطر. انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ثجاجا يعني كتير وغزير. لنخرج به حبا ونباتا. المطر ده بينزل على الارض يسقي الزرع يبدا يطلع ايه الحب الاكل اللي احنا بناكله، ونباتا اللي الحيوانات بتاكله، الاعشاب والكلام من ده. وجنات الفافا. جنات الفافا دي اللي هي عامله زي الايه عارفين الغابات اللي هي بتبقى الشجر كثيف قوي لدرجه ان فروع الشجره دي بتلف على فروع الشجره دي فتبقى عامله زي غمامه كده فوقيك ما انتش شايف السما منها. هي وجنات يعني شجر كتير قوي الفافه من كتر كثافته الفروع بتلتف حوالين بعضها. ده برضو من ايه من المطر. يبقى انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا اللي احنا بناكله ونباتا الحيوانات بتاكله وجنات الفافا. ان يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل اللي هو يوم القيامه، وربنا سماه بيوم الفصل عشان ربنا فيه بيفصل بين اللي امن وسمع كلامه سمع احكامه واللي كفر وعصى، فسماه يوم الفصل. ان يوم الفصل كان ميقاتا. ميقاتا يعني متحدد بوقت معين. الشعراوي برضو قال نقطه حلوه قوي في الحته دي. قال لك ان ربنا ما بينفعلش بكفرهم فيعجل ليهم العذاب. يعني ربنا مش لو انتوا كفرتوا فربنا ينفعل لكفرهم فيخلي يوم القيامه يتقدم يبقى قريب. لا، ان يوم الفصل كان ميقاتا. ليه ميعاد محدد وموجود. انتوا تكفروا زي ما تكفروا وتعصوا زي ما تعصوا، انتوا اللي هتشيلوا الايه نتيجة أعمالكم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. موضوع النفخ في الصور ده هقولها لكم باختصار، وفي الصورة الجاية إن شاء الله يعني إذا هكمل هشرحها لكم بالتفصيل بقى. في ناس قالت إن هم 3 نفخات وناس قالت إن هم نفختين بس. أنا بجمع لكم برضو كل الأقاويل عشان أنا برضو مش النفخة الأولى في الصور اللي هي هتحصل في أهوال يوم القيامة اللي هتحصل على الأرض على الكفار اللي هيبقوا لسه عايشين. والنفخة الثانية هتبقى بقى يوم القيامة وقت البعث عشان نخرج بقى من قبورنا تاني ونقف في يوم القيامه. دي هتبقى النفخه الثانيه. فالايه دي ربنا يقصد بيها النفخه الثانيه اللي هي اللي هنبعث بيها او الثالثه في اقاويل يعني. يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا. افواجا ازاي بقى؟ كل نبي معاه امته في فوج. سيدنا نوح ومعاه امته، سيدنا موسى ومعاه امته، واحنا ايه هنبقى في الفوج بتاع ايه سيدنا محمد. وكل فوج برضو متقسم افواج. العصاه لوحدهم والمؤمنين لوحدهم، ودول برضو هتقسموا. الصابرين في فوج، المتصدقين في فوج، الصائمين في فوج، والكفار برضو ايه هيتقسموا نفس الكلام. فيوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أفواج كل فوج ايه على حسب عمله بقيادة النبي بتاعهم. وفتحت السماء فكانت أبوابا. السماء والأرض اللي احنا عايشين عليهم مش هم دول بتوع يوم القيامة. هتبقى سماء تانية وأرض تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يعني هتبقى أرض وسماء تانية غير اللي موجودين دلوقتي. ففي السماء الجديدة بقى اللي هي في يوم القيامة هتفتح أبواب السماء وهيبدأ ينزل منها الأول دخان. هي مشروحة في صورة الدخان على ما أعتقد يعني. هينزل دخان وبعدين هينزل ملايكة كتير جدا، وبعدين هينزل بقى في الآخر خالص عرش ربك فوقهم يومئذ 8 ملايكة هيبقوا شايلين عرش ربنا وهينزلوا بيه بعد ما ابواب السماء تتفتح. وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. الجبال زي ما قلت لكم هتتشال وهتبقى سراب يعني مش موجوده زي الهبو كده بتاع التراب. ان جهنم كانت مرصادا. جهنم عارفه الناس اللي هتخش فيها كده. فعارف القناص لما بيقول لك القناص بيرصد حد معين
فهي جهنم هتبقى كده، ان جهنم كانت مرصاده. يعني هم واقفين كده في يوم المحشر، فجاه جهنم هتقوم مطلعه لسان من السنتها تخطف الراجل ده من وسط الناس وتنزل، مش قادره تستحمل. النار يوم القيامه هتبقى متغاظه جدا وغاضبه لغضب ربنا. فان جهنم كانت مرصاده، هترصد الناس اللي ايه، هتنقيهم كده ما بين الناس. مين بقى دول؟ للطاغين مآبة. الطاغين ده مش اللي هم الكافرين، الطاغي ده اللي هو عدى كل حدود الغلط، يعني مش عمل غلط، لا هو عدى كل الحدود، يبقى اسمه طاغي. للطاغين مآبة. مآبة يعني مرجع ومسكن وملجأ. يعني احنا مثلا البيت ده مآب لينا، لان احنا برجع ليه وبقعد فيه وبعيش فيه، وملجأ، الملجأ بتاعي. فجهنم هتبقى للطاغين مآبة، هتبقى هو ده المسكن والملجأ بتاعهم. لابثين فيها أحقابا. لابثين يعني فاضلين، قاعدين، موجودين فيها. أحقابا، الحقبة ما أتذكر 80 سنة، فهم مش هيقعدوا 80 سنة، لا ده هم هيقعدوا أحقابا، يعني 80 في 80 في 80 في 80 لحد إيه ما لا نهاية. بس انتوا عارفين طبعا إن الموحدين بربنا بس عملوا ذنوب كتير هيخشوا النار لحد ما يتطهروا من ذنوبهم، وربنا هيخرجهم من النار، يدخلهم تاني الجنة. لكن الكفرة اصلا اللي مش مؤمنين اصلا بربنا، الطغاة اللي دول ايه، هيقعدوا بقى احقابة بقى مع نفسهم، ربنا ايه يتولاهم. اللي هيقعدوا في النار دول بقى ايه، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. مش هيذوقوا فيها لا اي حاجه يشربوها، ولا اي حاجه بردا اي حاجه بارده تبرد على قلوبهم اللي هم فيه. سمعت برضو تفسير تاني، بس بصراحه يعني تفسير مش منتشر، بس سمعته هقول لكم برضو كل اللي انا سمعته، ان بردا يعني نوم. يعني في النار هم لا هيدوقوا فيها نوم، لا هيناموا ولا هيشربوا، الا حميما وغساقا. الا هنا بقى قال لك ايه، ان عارف انت ما تقول ايه، انا مش مثلا هعذبك وهعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك، الا فتحس ان اللي جاي ده حاجه حلوه، يعني هيهون عليك شويه. فربنا قال لك لا، الا حميما وغساقا. الحميم اللي هو الماء المغلي، والغساق اللي هو صديد اهل النار بقى، لما يتحرقوا كده وينزل منهم بقى الصديد ده، هيبقى اكل اهل النار. فكره ان انت بتتعذب وقاعد وعارف ان انت خلاص مش هتخرج، دي حاجه. وفكره ان انت بتتعذب وبعدين تيجي تتعشم، حد يعشمك ان انت وبعدين تقوم راجع تاني للعذاب او لحاجه اوحش، فده بيبقى ايه، بيبقى عذاب اكتر فوق العذاب. جزاء وفاقا، يعني اللي بيحصل ده مش ظلم من ربنا ما بيظلمش حد، ده جزاء وفاق للي عملوه في الدنيا، يعني يوافق. يعني حتى ربنا بيقولك ان اللي هيخش النار هيخش بالعدل، لكن اللي هيخش الجنه هيخش بالكرم برحمه ربنا. ليه؟ لان اللي بيعمل حاجه غلط، بيعمل ذنب، بياخد سيئه، لكن اللي بيعمل عمل خير بياخد مش حسنه، بياخد 10 امثالها، والله يضاعف لمن يشاء. فربنا بيقول له ان النار دي جزاء وفاق، يوافق اللي انت عملته في الدنيا بالظبط بالعدل. انهم كانوا لا يرجون حساب، يعني الكفار اللي دخلوا جهنم دول كانوا لا يرجون حساب، يعني ما كانوش مصدقين اصلا ان في حساب، وما كانوش اصلا عايزين، لا يرجون مش عايزين اصلا يتحاسبوا، لان هم عارفين ان هم ايه، منيلين الدنيا، ولو اتحاسبوا هيطلع ميتين. وكذبوا بآياتنا كذابة. والكفار اللي دخلوا النار دول ايه، كذبوا بآيات ربنا. مش كذبوا بس آيات ربنا، ده كذبوا بآياتنا كذابة، يعني أقصى مراحل التكذيب. يعني مش بس كذبوا القرآن، ده كمان ايه، قعدوا يحوروا ويكذبوا هم نفسهم عشان ايه، يثبتوا ان القرآن ده مش حق. وكل شيء أحصيناه كتابا. كل حاجة بقى عشان ما يجيش يوم القيامة حد يقول ايه ان ربنا ظلمه في حاجة. أحصيناه كتابا. أحصى يعني جمع كل شيء وأحصاه، زي اللي جرد كده، لما حد يجي يعمل جرد يقول لك ايه، ان هو احصى بالحساب وبالرقم وبالورقه والقلم، ايه كل حاجه. احصيناه كتابا. كتاب ربنا بقى كتب كل حاجه وحصلت في الحياه دي، في حاجه اسمها اللوح المحفوظ، دي عند ربنا فوق. غير ان كل انسان عنده ملك هنا وملك هنا بيكتبوا كل نفس بيتنفسه وكل حركه بيعملها. فحتى ربنا بيقول ايه، ان يوم القيامه يعني كل واحد هيقرا كتابه، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني انت حاسب نفسك، وانت لو حاسبت نفسك هتدخل نفسك النار. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. فذوقوا عذاب النار فلن نزيدكم، مش هنزودكم الا برضو ايه، زي الا حميما وغساقا، الا ايه، عذاب. كده خلصنا الايه، الكفار. هنخش بقى في الايه، في الناس الحلوين اللي ان شاء الله احنا منهم. ان للمتقين مفازا. المتقين اللي هم بيتقوا، زي ما ربنا بيقول ايه، قوا انفسكم واهليكم نارا. قوا يعني حافظوا وخافوا على نفسكم واهلكم من النار. زي المقوله اللي بتقول ايه، اتقي شر الحليم اذا غضب. يعني اتقي ايه، يعني خاف او احذر من الحليم الطيب الكيوت ده لما بيغضب. فالمتقين اللي هم كانوا ايه، بيتقوا النار وبيتقوا الله، فعملوا الاعمال الحلوه،
فدول ايه؟ ان المتقين مفازة، فازوا. ربنا اصلا كان بيقول ان من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يعني احنا دلوقتي بقى مش بنتكلم في مراتب الجنة والفردوس الاعلى والكلام الجميل ده كله، ده بس اللي اتزحزح كده من على النار ودخل الجنة ده فاز. فازوا ايه بقى؟ حدائق واعنابا. حدائق مفهومة، واعنابا اللي هو العنب، بس مش العنب بتاع الدنيا، هتبقى عنب تاني بطعم تاني. حتى في سورة البقرة في آية بتقول ان هما وأوتوا به متشابهة، يعني لما يجي لهم اكل في الجنة هيقولوا ده شبه العنب بتاع الدنيا، ده شبه التفاح بتاع الدنيا، ده شبه، لكن هو مش ده متشابهة، بس هيشبهوا على شكله، لكن هو حاجة تانية وطعم تاني خالص. حدائق واعنابا وكواعب اترابا. البنت وهي صغيرة قبل ما الزمن يبهدلها، تبقى ثدي المرأة بيبقى مشدود وممشوق وشكله حلو، لكن بعد بقى ما بقى بيعدي عليها الزمن، بتتجوز وبتخلف وبترضع وبتتبهدل بقى الدنيا بتبوظ بقى والمنظر بيبوظ خالص. عشان كده اخترعوا زفتة النيلة، ده اسمه السيليكون ده والهباب والكلام ده. فكواعب اللي هو ثدي المرأة الممشوق الكويس، اللي هي كناية يعني عن البنات كلها في الجنة، اللي هو احنا هيبقوا كلهم جميلات وممشوقات وصغيرات. اترابة يعني زي بعض، يعني مفيش واحدة احلى من التانية فتغير منها، ولا واحد بقى يبص لواحدة تانية والكلام ده. مفيش الكلام ده في الجنة، لان كل الستات هتبقى حلوة. اترابة يعني متساويين في الجمال وفي السن، وحلوين وممشوقات، ومفيش حاجة فيهم بهدلها الزمن. واحلى حاجة طبعا ان احنا هناكل ومش هنتخن ولا هنعمل دايت تاني. ودي طبعا نعمة كبيرة قوي 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 قوي. وكأسا دهاقة. كأسا اللي هي الكؤوس اللي بنشرب فيها، دهاقة يعني مملية على آخرها وما بتخلصش وكتير، يعني طول ما انت قاعد كده تلاقي بقى حد جاي يديك عصير ويديك تاني وراه تاني وراه، وانت ما بتشبعش وما بتجوعش اصلا. انت بتشرب كده وبتاكل فريحي كده، لكن اصلا احساس الجوع ده مش هيبقى موجود. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة. يعني حتى لو الكؤوس اللي انت عمال تشربها دي كانت كؤوس خمر، في خمرة، لكن الخمرة بتاعت الجنة ما بتسيحلكش دماغك وتبدأ تلغو وتكذب وتقول اي كلام زي ما بيحصل في الدنيا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة. جزاء من ربك عطاء حسابا. التانية كانت جزاء وفاقة، هنا بقى جزاء من ربك عطاء حسابا. ربنا بيعطيك زيادة عن الحساب، العدل. وفي برضو الشعراوي تقريبا كان قال برضو على ان ربنا بيبدأ يعني بيعطي المتقين دول، بيفضل يعطيهم عطاء لحد ما الانسان يقول حسبي ربي، يعني كفى، يعني اللي انا عملته ما يستاهلش كل ده، يعني كفايه عليا قوي كده. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. هنا بقى ربنا بيحكي عن يوم القيامه، ربنا رب السماوات والارض وما بينهما، وبعدها ما جابش الجبار المنتقم، لا قال الرحمن. يعني حتى في يوم القيامه ربنا هيرحم ناس كتير جدا ويدخلها الجنه باعمال هم ما كانوش يصدقوا ان هم ممكن يدخلوا الجنه بيها. ورغم ان ربنا رحمن لا يملكون منه خطابا. الامه كلها انس وجن وحيوانات وكل المخلوقات هتبقى واقفه، محدش يقدر يتنفس او يتكلم. طب الخطاب اللي هو الخطاب ان انت تخاطب حد او تتكلم مع حد، لا يملكون كله هيبقى ساكت. يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح اللي هو سيدنا جبريل، والملائكه صفا، كله هيبقى واقف في صفوف، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. يعني محدش هيتكلم خالص، حتى الملائكه، حتى سيدنا جبريل، الا اللي ربنا هيأذن له ان هو يتكلم او يشفع لحد. وقال صوابا يعني محدش يومها هيقدر يكذب او يقول حاجه غير الحقيقه، او مقصود بيها وقال صوابا يعني ربنا مش هيأذن لحد ان هو يشفع لحد تكرما ليه ولاعماله الا لما كان الشخص ده قال صوابا، يعني قال الشهاده يعني، او مؤمن بربنا. ذلك اليوم الحق، اللي هو يوم القيامه، ده يوم حق محدش يقدر يشكك فيه. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. اللي عايز، فمن شاء اللي عايز يفوز في اليوم ده ويبقى من المتقين، اتخذ الى ربه مآبا زي ما قلنا مرجع وملجأ ومأوى. يعني اللي شاء ان هو يبقى من المتقين في اليوم ده ويدخل الجنة يرجع لربنا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إن أنذرناكم يعني حذرناكم عذابا قريبا. عذابا قريبا قالوا ان هو يوم القيامة النار ده العذاب القريب، وقالوا ان قريبا كمان تستدعى اكتر ان هو عذاب القبر، ان هو ده اقرب كمان من ايه، من يوم البعث. فاللي هيموت ده هيتعذب في قبره قبل كمان ايه ما يبعث ويتعذب يوم القيامه، وهو كده كده قريبا. يعني احنا اصلا اخرنا بنعيش كام سنه؟ 60 70 سنه، 100 سنه يا سيدي. ده احنا هنقف بس تحت الشمس عشان يوم القيامه قبل ما الحساب يبدا، يعني لسه يوم القيامه بقى ما بداش احداثه، هنقف تحت الشمس 50,000 سنة. فايه ال100 سنة اللي انت عايشها دي؟ فكده كده هو قريبا. يعني يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، كل انسان هيبص هينظر ما قدمت يداه، يعني اللي عملته ايديه، اللي قدمته ايديه في الدنيا بافعاله الجميله اللي عملها بايديه، هيشوفها في ايه؟ هيشوفها في الكتاب بتاعه. ما كل واحد هيقرا كتابه اللي هم الملاكين دول كانوا كاتبينها. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، دي فيها تفسيرين. لما الكافر يشوف ما قدمت يداه في الدنيا ويشوف ان هو هيتنيل على عينه ويخش النار، فهيتمنى يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت، مش ربنا خلقنا من تراب، فهيتمنى ان هو في الدنيا كان يفضل تراب، ما يتخلقش يبقى بني ادم، وما يكونش كان موجود اصلا عشان ما يتحاسبش. والتفسير الاخر واللي انا طول عمري ده انا عارفاه، يعني ان يوم القيامه ربنا هيحاسب الحيوانات قبل البني ادمين. فربنا هيحاسب الحيوانات ازاي؟ كل حيوان هيقتص من اللي اذاه، يعني حتى الشاه الخروف اللي عنده قرون، لو كان نطح خروف ما عندوش قرون، يوم القيامه ربنا هيبدلهم، هيبقى ده عنده قرون وده ما عندوش، وينطحوا نفس النطح، فكل واحد ياخد حقه، وبعد كده ربنا يخلي الحيوانات كلها تراب. فربنا بيحاسب الحيوانات، هيبقى الانسان لسه بيقرا كتابه. فيوم ينظر المرء ما قدمت يداه وهو بيقرا، فيقول الكافر اللي شايف اعماله بقى المنيله وهو عمال يقراها، يا ريتني كنت ايه، يا ليتني كنت تراب، يا ليتني كنت حيوان، فربنا يحاسبني ويخليني تراب احسن ما ابقى بني ادم وايه، واتحاسب على الاعمال السوداء اللي انا عملتها دي. اتمنى تكونوا استفدتوا. لو حد عنده بقى اي تعليق او عايز يقول اي حاجه يكتب لي في كومنتات، واللي حابب يشوف الموضوع باستفاضه اكتر، انا برضو بقول المختصر يعني، يفتح بقى الايه اللينكات اللي انا حطها لكم بقى تحت بتاعه الشعراوي، انا ملخصه لكم بس الموضوع يعني. باي باي.